تخيل كده معايا عربية إسعاف ماشية بسرعة جدا، بتنقل مريضة حالتها خطرة، عندها انقباض في عضلة القلب، وكل لحظة بتفرق معاها. وفجأة عربية الإسعاف خبطت في عربية تانية، والحادث كان صعب. النتيجة إن السواق والممرض والمرافق ماتوا، والناجي الوحيد هي المريضة. الأغرب من كده بقى إن الدكاترة لما كشفوا على المريضة لقوا إن عضلة القلب رجعت لطبيعتها تاني من أثر الصدمة اللي حصلت من الحادث. يعني الحادثة اللي كانت ممكن تبقى سبب في وفاتها كانت هي السبب في نجاتها. مين كان يتخيل إن اللي بيحاول ينقذها هو اللي يموت، واللي كانت حياتها على المحك رجعت لها الحياة. الخلاصة إن النجاة والرزق والموت والحياة مش بإيدك ولا بإيد حد غير ربنا. أوقات كتير ربنا بيبعتلك الصدمة مش عشان تنهيك، عشان تصحيك وترجعك للحياة من جديد. مهما حصل ما تبقاش واثق من حساباتك أكتر من ثقتك في حكمة ربنا. ومهما كانت الأزمة قاتلة افتكر دايما يمكن تكون دي بالذات هي سبب النجاة.